إعلام الكبرانات يهاجمون المغرب، لن نفتح الأجواء أمام طيران المخزن الإسرائيلي حسب زعمهم. ويواصل الإعلام الجزائري التعاطي مع ما هو مغربي أو كل ما هو مغربي بنوع من الحساسية المفرطة. فبعد قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعدم المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الشان المقامة بالجزائر والذي صدر صبيحة اليوم الخميس، اتهم الإعلام الجزائري الموالي للعسكر الرئيس فوزي لقجع بالتآمر على البطولة. ومن بين وسائل الإعلام الجزائرية التي تفاعلت بسلبية مع قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نجد الشروق الجزائرية التي تكن كرها وحقدا دفينا للمغرب غيرة من كل ما هو مغربي، وهدفها الأساسي دائما هو مهاجمة المغرب بالأكاذيب والإشاعات وتلفيق الاتهامات لإرضاء جنرالات العسكر وحكام الجزائر. ولم يفوت إعلام أو بالأحرى أبواق الكبرانات العسكر الفرصة بأن يشعلوا النار في تعاطيهم مع رفض المغرب المشاركة في الشان بالجزائر. فعوض شرح الأسباب الحقيقية للقرار المغربي، خرجت الصحيفة السالفة الذكر وهاجمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها فوزي لقجع وقالت: يعد هذا البيان الغامض من المغرب حلقة جديدة من مناورات هيئة لقجع التي لا تنتهي بشأن شان الجزائر. وكانت جامعة الكرة المغربية صبيحة اليوم الخميس قد أعلنت رسميا أنه تعذر على المنتخب الوطني المغربي السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023 للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. نشكركم على حسن المتابعة.